Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. أنا مينا رشدي والنهاردة هنعمل مع بعض حلقة جامدة جدا. يلا بينا نبتدي. طيب، معروف عن الشعب الإيطالي إن هو شعب شيك وأنيق ولذيذ وفي نفس الوقت شعب رومانسي جدا. طيب، إحنا لما نيجي نستعمل الرومانسية وزي ما واضح في عنوان الفيديو إن إحنا هنتكلم عن إزاي تكراش أو إزاي تقول لحد بحبك وتبين له مشاعر بتاعتك بالإيطالي. فخلونا نبدأ مع بعض بالأندر إيدج بيعملوا إيه وبيكراشوا إزاي على بعض، وبعد كده نبتدي نخش في المهم. طيب، اليومين دولت بقينا نسمع من بتوع الاندر ايدج ان هو يقول لك انا بكرش عليك او انا بكرش على البنت دي. فبيقولوها ازاي بالايطالي؟ بيقولوا او una cotta per te o una cotta per te o una cotta per te. دي معناها يعني انا بكرش عليك. ما اظنش في الوقت ده احنا نسمع حد كبير في السن ممكن يقول لحد انا بكرش عليك. هيقول له كلام تاني هناخده مع بعض في بقية الحلقة. وممكن برضو تلاقي اتنين من بتوع الاندر ايدج قاعدين مع بعض، وواحدة بتقول لصاحبتها عارفة الواد اللي هناك ده؟ تقول لها اه. تقول لها بيكرش على البنت اللي هناك دي. طب ازاي دي تتقال بالايطالي؟ تعالوا نعرف مع بعض. Lui ha una cotta per lei. Lui ha una cotta per lei. يعني هو بيكرش عليها. او لو عايزين نقول الولد ده بيكرش على البنت اللي هناك دي، تقول questo ragazzo ha una cotta per lei. questo ragazzo الولد ده ha una cotta per lei، بيكرش عليها. وبعيدا بقى عن موضوع الاندر ايدج، ونخش مثلا لو انت قاعد مع واحده صاحبتك في وسط اصحابكوا او انت بتكلمها في التليفون وعايز تظبط ان انت تخرج معاها عشان تبتدي تقول كلام بقى وتعطف وتلطف الجو، تعمل ايه؟ بص يا سيدي، في طريقة ان انت لو عايز تخرج مع حد بطريقة شيك الطلاينة بيعملوها. بيقول مثلا لو انت بتكلمها في التليفون او قاعدين مع بعض في وسط الناس، تقوم تقول لها، تندهها باسمها وبعدين تقول لها كوزا فاي ستاسيرا. يعني هتعملي ايه النهارده بالليل؟ كوزا فاي ستاسيرا. ما تفهمش غلط بجملة انت هتعملي ايه النهارده بالليل او الجملة ديت وحشة. لا، خلي بالك الناس بتستخدمها برضو ان مثلا لو عندك يوم طويل شغل الصبح فانت ما بتبقاش فاضي تخرج غير بالليل، فبتقول كوزا فاي ستاسيرا. لو هي قبل الموضوع هتقول لك ما عنديش حاجة اعملها. ساعتها الجملة اللي بعديها بتتقال على طول هي va bene beviamo il caffè insieme. يعني تمام، نشرب القهوة مع بعض. أشهر حاجة عندهم في إيطاليا هي القهوة، فدايما لما بييجوا يعزموا على حد أو ييجوا يخرجوا مع حد يقولوا لهم beviamo il caffè insieme stasera، يعني نشرب القهوة مع بعض النهاردة بالليل. خلي بالك برضو الجملة دي بتتقال بين الصحاب، جملة عادية خالص، بس طبعا لو في feelings بينك وبين الشخص التاني هي هتفهم على طول ان انت ليه عايز تخرج معاها. خلاص تمام، انت عطفت ولطفت وخلصت كل حاجة وقعدت مع بعض وعايز تقول لها انا معجب بيكي. تقولها ازاي؟ تقول لها مي بياتشي. مي بياتشي. مي بياتشي، انا معجب بيكي. عايز بقى تقول كلمة اقوى شوية، ممكن تقول مي سونو innamorato di te. مي سونو innamorato di te. يعني ايه مي سونو innamorato di te؟ يعني انا واقع في حبك. طيب لو بنت عايزة تقول انا واقع في حبك ممكن تقولها ازاي؟ تقول مي سونو innamorata di te. يعني لو ولد هيقول innamorato، لو بنت هتقول innamorata. نخش بقى في الجملة اللي كلكم مستنيينها ومتشوقين ان انتوا تسمعوها. عايز تقول لحد بحبك تقولها له ازاي؟ تقول له تي امو. انا بحبك. بس ناخد بالنا بقى من حاجة مهمة جدا. تيامو مش بتتقال غير للشخص او لواحد او لواحدة انت بتحبها، تقول له تيامو. لكن لو عندك والدك، والدتك، صاحبك، اختك، اي حد من معارفك عايز تقول له بحبك، ما تقولوش تيامو عشان هتتفهم غلط. طيب تمام، اقول ايه بقى لو انا عايز اقول لوالدي، والدتي، اختي، اخويا، اي حد من اصحابي معارفي عايز اقول لهم يعني ان انا بحبك؟ بتتقال تيفوليو بيني. تيفوليو بيني. تيفوليو بيني اللي هو يعني اتمنى لك الخير، عايزك بخير وسعادة. تيفوليو بيني. تيفوليو بيني، ما نقولش تيامو. تيفوليو بيني. طيب انت دلوقتي لو عايز تسأل حد تقول له انت بتحبني،
لو حد حبيبك هتسأله وتقول له ميامي، ميامي، يعني أنت بتحبني. لو حد زي ما قلت والدك والدتك الكلام ده معارفك وعايز تسألهم تقول لهم مي فوي بيني، مي فوي بيني، مي فوي بيني. تعالوا نكمل مع بعض بقية الكلمات وبقية الجمل، وربنا يقدرني على فعل الخير. وما تنسوش انتوا تكتروا من اللايك والشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب. يلا بينا نكمل. لو عايز دلوقتي تنده بقى على حبيبك وتكلمه تقول له حبيبي، تندهه فتقول له ازاي؟ تقول له اموري، اموري ميو، حبيبي. لو عايز بقى تغوط شوية وتدلعه كمان حبتين وتقول له يا كنزي، تيزورو، تيزورو ميو، يا كنزي. نحط بقى عليها حبة سكر وتقول له كواري ميو، يا قلبي، كواري ميو، يا قلبي. خد لك بقى الحتة دي كمان وتروح تقول له فيتا ميا، يا حياتي، فيتا ميا، حياتي، فيتا ميا. تخش عليه بقى بالتثبيت وتقول له سي لا لوتشي دي ميي اوكي، يعني انت نور عينيا. سي لا لوتشي دي ميي اوكي، انت نور عينيا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا رب أكون فدتكوا واستمتعتوا بالحلقة ديت. ما تنسوش الاشتراك زي ما قلنا في القناة ديت، وتتابع الفيديوهات اللي فاتت، وتتابع معانا الفيديوهات اللي جاية. هننزل حاجات أمتع من كده وأجمل من كده بكتير. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.